السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في جرعة دوبامين لكل عشاق ومحبين العربيات. بناء على اختياراتكم جبنا النهاردة عربيتين وحطيناهم في اختبار الحلزونة، وهنشوف أنهي عربية هتعدي الاختبار وهي ماسكة نفسها، وأنهي عربية هتعدي برضه بس بمهزلة ومتعلم عليه. بدون الدخول في تفاصيل كتير تعال نشوف بنفسنا، وأول عربية معانا وهي مش فاهم ليه السسبنس ده، ما أنا كاتب أسامي العربيات في التايتل من فوق بتاع الفيديو. بحيث كده نخش على أول عربية معانا، واللي حرفيًا بدون مبالغة فاجأتني مفاجأة العمر في الاختبار ده، الميتسوبيشي إكليبس. العربية نجحت على سرعة دخول 80 كيلومتر في الساعة وخروج 42 كيلومتر في الساعة. جميل، جميل. التوجيه بتاع العربية روعة، حقيقي جميل أوي. العربية راحت في المكان اللي عاوزه السواق، حتى نظام التعليق فوق الرائع، وكان ماسك جسم العربية حقيقي. العربية ما كانتش بتتنطط والسواق بيحود يمين وشمال بالعربية زي ما حصل في الفولكس فاجن تيجوان. ثبات العربية كان كويس برضه، العربية اللي عملت اوفر ستير ولا اندر ستير نهائي. الكلام ده صعب تسمعه عن اس يو في. دي اعلى سرعة دخول لعربية اس يو في، انا عملت عليها فيديو قطعا. عشان تستوعب كلامي اكتر وتفهم قد ايه النتيجة دي عظيمة، المعدين بتوع البرنامج اتجننوا، حرفيا اتجننوا ودخلوا العربية على سرعة اعلى وهي 83 كيلومتر في الساعة. يخرب بيت ابوكم، يخرب بيت ابوكم ودماغ ابو ابوكم. ده ما عملتهاش في البي ام والمرسيدس. جايين على الياباني الغلبان ده ليه مش فاهم. وعلى سرعة أعلى وهي 83 كيلومتر في الساعة، برضه جسم العربية ونظام التعليق بتاعها كانوا ماسكين نفسهم زي التجربة اللي فاتت. اللي فشلت فيه بس، وأنا مكسوف فعلا وبقول كلمة فشلت عشان دي حاجة فوق طاقة العربية أصلا، وهي الأندر ستير. الأندر ستير هتشوفه بشكل واضح في كل إيماع اللي اتشال. ومعانا العربية التانية واللي بقى خيبة أملي وأحزنتني فعلا، عملت لي الاكشن حزنني، الفولكس فاجن جولف 8 اللي كانت للاسف على النقيض تماما من الماتسوبيشي. العربيه نجحت على سرعه دخول 69 كيلومتر في الساعه وخروج 54 كيلومتر في الساعه. ركز بقى معايا وسيب اللي في ايدك بعد اذنك. التوجيه هنا على السرعه دي، السرعه دي بقى بالذات حلو. لا حلو ايه ده، رائع. العربيه رايحه بالسنتي في المكان اللي عاوزه السواق، وجسم العربيه ماسك نفسه وكله لوز لوز. وبرضه على سرعه اعلى وهي 70 كيلومتر في الساعه. بغض النظر ان السواق شال قمع في اللاين التاني، بس برضه لسه التوجيه وديزاين العربيه كويسين زي ما هم تمام. ونظام التعليق برضه كويس وماسك جسم العربيه، ما كانتش بتتنطط خالص وكانت متزنه. حلو لحد هنا، حلو. تعالى بقى على سرعه اعلى وهي 75 كيلومتر في الساعه. ايه ده، ايه ده بقى؟ انا مش فاهم. عربيه تانية اقسم بالله، لا يمكن تكون هي نفس العربيه. ده مش اندر ستير وتوجيه سايق بس، لا ده كارثه. العربيه راحت في اتجاه تاني حرفيا، اللي هو ايه اللي وداك عجيبه، احنا هنا في غريبه. انت فين يا ولا؟ قول له. ايه اللي وداك غريبه؟ احنا في عجيبه. قول له انت فين؟ هو في غريبه. اه احنا في عجيبه هنا. السواق كاسر الدركسيون على اليمين والعربيه مكمله برضه على الشمال، ولما كسرت وعدلت نفسها كملت على طول مش اكتر. المهزله دي حصلت برضه على سرعه 77 كيلومتر بالساعه، وهي فعلا الوصف الدقيق ليها كلمه مهزله. العربيه مش عارفه تخش اللاين الثالث والاخير، حتى اخرها اللاين الاول والثاني وشكرا على كده، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. حقيقي نتيجه محبطه جدا على عربيه معروفه انها شبابيه وتعتبر رياضيه بعض الشيء. هتقول لي النتيجة دي علشان عربية معمولة على الكومفورت، ولو خلاها على سبورت مود هشوف أداء تاني خالص. مش عاوز أحبطك يا صديقي، بس ما كانش فيه أي فرق خالص ولا اختلاف بين الكومفورت والسبورت. في الحالتين العربية قدمت نفس الأداء، بس بيني وبينكم أنا ما اقتنعتش بالنتيجة دي، وقلت ممكن يكون بسبب نوع الكاوتش المستخدم هنا واللي بيفرق أوي في الاختبار. فدورت في كذا اختبار تاني وللأسف النتيجة مشابهة برضه. العربية خرجت تعتبر في نفس السرعة وما قدروش يخشوا بيها على سرعة أعلى. في نهاية الفيديو حابب أقول لك احمد ربنا على يومك الجميل. مهما كان يومك عامل إزاي، فأنت في نهاية اليوم حواسك كويسة، قاعد في بيتك معك موبايلك ونت تتفرج على فيديوهات. الحاجات دي مش حقوق ليك، الحاجات دي نعم وفضل من ربنا عليك، ومحتاج تحمده يوميا وتفتكر لئن شكرته لأزيدنكم. واخيرا لو بتتفرج من التيك توك اعمل اكسبلور، لو من اليوتيوب اعمل سبسكرايب، لو من فيسبوك اعمل فولو، وفي كل الاحوال دي بقى اعمل لايك وشير وانزل قول لي رايك تحت في الكومنتات، وقول عاوزين عربيات ايه تاني.